もっと新しい自分が欲しい。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في فيديو جديد مع بيس يونايتد تيم. ورجعنا لكم من تاني بعد ما قضينا أسبوع على الحساب ولعبنا ماتشات كتير في الماي ليج. النهاردة هنلعب ضربة الجزاء، لو جبناها هنستلم نيمار وهنروح نحط اللعيبة اللي جبناها في التشكيلة ونستلم بطاقات تدريب كتير وكوين وكمان عقود ترشيح. يلا بسم الله، منها نيمار يجي. هي في نفس الحتة اللي بنلعب فيها كل يوم. صدت صدت صدت. ما كانش نفسي تتصد يعني، ما كل يوم بتيجي اشمعنى على النهارده جت على ارمط يعني. خلاص مش هنفضل في صدمة ان ضربة الجزاء اتصدت. نمجد حاجات. نبدأ كده بالمهمات. دي كانت مهمات تسجيل الدخول من الكوين 100,000 جي بي. نيجي بقى لبقية المهمات. يلا ماشي. المهمات التانية نيجي بقى لصندوق الهدايا اللي اتملى بطاقة تدريب من الماتش بس ومن المهمات اللي لعبناها وكوين وكل حاجة. تمام كده احنا وصلنا 725 كوين، وحاليا في الماتش بس احنا اهو عند الماتش 65، يعني بقينا 150 كوين. ادي 50 عند 70 ماتش، و50 عند 85، و50 عند 95، يعني هتصفي كوين 875 كوين. جبنا عقود ترشيح نروح نجيب منهم حارس، وجالنا تذاكر لاعبين برضو. ميدفيلدر، ديفندر. يلا سهلة. هيجيلنا بطاقة بكرة نجيب منها حارس، بس احنا هنجيب برضو حارس هنا من بطاقات الترشيح. دلوقتي معانا 3 عقود ترشيح 5 نجوم، ومعانا عقدين ترشيح 4 نجوم. هنجيب بداية كده المصري أحمد حسن كوكا من هنا. تعالى. وحاليا عايزين نجيب حارس. هنا في حارس في الدوري التركي وحارس في الدوري الياباني. هنبص على تقدم ونبص على تقدم. الاتنين بيوصلوا لل90. برازيل. ودلوقتي ده شكل الايميل بعد ما لعبنا 65 ماتش. جمعنا 960 الف جي بي، وجمعنا 725 كوين، ولسه بقى 150 في الماتش بس. هنخش نبص جمعنا قد ايه من بطاقات التدريب، واللاعبين اللي زادوا نقاط خبره من ماي ليج نطورهم. وطبعا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنجيب نيمار، بس قلشت ضربة الجزاء النهارده. كل يوم بتيجي جت على النهارده يعني وباظت. نيجي هنا للناس اللي هتخش التشكيلة. تقييم إجمالي. الحارس وأحمد حسن كوكا. مين؟ تياجو سيلفا يطلع بره. خليك هنا كده. الناس بقى نشوف طاقتهم زادت لحد فين. فيرا طبعا متطور ماكس. حاليا هنطور كل اللعيبة اللي في التشكيلة بالنقاط اللي جات لهم. نبدأ بأشرف حكيمي. تقدم اللاعب. اشرف حكيمي ليه تطويره خاصه مع المدرب تشابي الونسو. احنا عايزين نعملها من الاول عشان ما نجيش بعد كده نحتاج ان احنا نعمل له اعاده تطوير بالجي بي. اليومين دول هم مجانيين، فاحنا هنطوره تلقائي عادي. ويوم الخميس اللي هو بكره هنكمل لعب في الماي ليج، ويكون اشرف حكيمي اتطور ماكس، ونعمل له اعاده تطوير مجاني اللي هي لسه مؤقتا قدامها كام يوم. وبعد كده نطور التطوير اللي هي بعد كده تبقى ماشيه معاه مع المدرب تشابي الونسو. لكن حاليا هنطوره تلقائي هو كل اللاعبين. وصل 97. نشوف صليبه. وصل 98. روديجير هيوصل برضه 97. وصل 8 كويس. نشوف ديابي. 3. وصل 96. آخر واحد ليفاندوسكي. كده دي التشكيلة بعد ما قضينا أسبوع في الحساب. طبعا نبص هنا على بطاقات التدريب.
الحساب اتملى بطاقات تدريب، ولما نكمل لعب في الماي ليج اللعيبه هيتطوروا ماكس، ومش هنحتاج ان احنا نعمل لهم تطوير ببطاقات التدريب، الا لو لعيبه يعني معينه مثلا ما اتطورتش والاغلبيه اتطوروا، مش هنحتاج نلعب ماتشات عشانهم، او يكون مثلا خلصنا الماتش بس، فلما نلعب ماتشات زياده مش تبقى ليها لازمه، فاحنا هنبقى موفرين بطاقات تدريب كتير بالنسبه برضه اللي كان المفروض نصرفه. نيجي للناس اللي هنا. لوكاتيلي، اداما تراوري، جوميز، كده احنا تمام. فتحة نجوم الاسبوع قلشت معانا وجالنا مينامينو، بس صراحة اللاعب ده جامد، اللاعب ده بيلعب برجله اليمين وبيلعب برجله الشمال، وبيلعب في اغلبية المراكز في الهجوم، سريع بيراوغ حلو والفينش بتاعه عالي، بيلعب برجله الاتنين، ولاعب جبار يعني، وعنده دبل تاتش ومهارات كتير. قلشت مننا في نجوم الاسبوع، ما جاش لاعب بريت عالي، بس اللاعب ده جامد. لما يجيلنا نيمار كنا بنفكر ان احنا نطلع تريزيجيه، بس تريزيجيه بيوصل 94 والواد اللي في نص الملعب ده بيجيب 92 بس، فاحنا هنطلع اللي في نص الملعب ده ونخلي تريزيجيه على طرف زي ما هو، ونلعب نيمار في نص الملعب. هيجي لنا تذكرة لاعب كراسي بكره حارس المرمى، هنشوف هيجي لنا حارس مين. لو حارس بيتطور مثلا بيوصل 97 هنطوره، ما بيوصلش 97 مش هنطوره، ولا كمان لما نطور احنا مش هندفع فيه بطاقات تدريب، احنا هنطور لما نلعب في الماي ليج برضه. ودلوقتي ده شكل التشكيلة بعد ما لعبنا 65 ماتش في الحساب. طبعا تشكيلة تعبانة، بس احنا ماشيين واحدة واحدة عشان نبدأ الحساب على أساس قوي، يعني بعد كده لما يبقى معانا لعيبة كتير ومعانا بطاقات تدريب ومعانا كوين عشان نجيب باكج. انا دلوقتي مثلا لما اجيب لعيبة باكج ميسي هيبقوا لعيبة كتير جايين معايا مرة واحدة، فانا هضطر العب بيهم في الماي ليج عشان يتطوروا كلهم مرة واحدة وما تستهلكش بطاقات التدريب اللي معايا. لكن لما مثلا يجي لي لاعب كده كل فترة، اللي هي لاعب في النص كده مثلا لوحده، هطوره ببطاقات التدريب، ما انا ساعتها هيبقى معايا بطاقات تدريب كتير، مش هحتاج ان انا يعني احتاج العب عشان لاعب واحد بس في الماي ليج. وانتظرونا بكره في فيديو جديد، هنلعب ضربة الجزاء، وباذن الله يجيلنا نيمار، ونلعب فتحة نجوم الاسبوع والماتش الاونلاين، نشوف هنوصل لكام كوين ونطور بقية اللاعبين اللي ما اتطوروش. انزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، والناس اللي مش مشتركة في جروب التليجرام هسيب لكم اللينك في الوصف للي عايز يبيع او يشتري حسابات او يشحن كوين. مع السلامة.